تعملش الغلطه دي قبل ما تبدا الفريلانس. وتعال اقول لك تعمل ايه. بعت الشغل والعميل رافض الشغل بتاعك ومش قابله، في عندك حلين. الحل الاول يا اما العميل هيطلب منك تعديلات، وفي الحاله دي انت هتضطر انك تعمل التعديلات للعميل، وطبعا على حسب الاتفاق. انت في عميل متفق معاه انك تعمل له تعديلات بفلوس، وفي عميل مش متفق معاه، ففي الحاله دي انت هتعمل له التعديلات فري مجانا. طب ايه الحل الثاني؟ اللي هو العميل اصلا لو مش عايز تعديلات للشغل وعايز حاجه اسمها ريفند، ان انت ترجع له الفلوس. في الحاله دي انت لو شايف نفسك مظلوم بتعمل حاجه اسمها ديسبيوت مع موقع ابورك. يعني انت بتخلي موقع ابورك يبقى وسيط ما بينك وبين العميل عشان يحل لكم المشكله دي، وفي الاخر بيدي الحق للي هو شايفه مناسب. انا من وجهه نظري شايف ان انت تفضل مع العميل للاخر، عشان مهم تعرف ان العميل في الاخر هيديك فيدباك كويس ولا فيدباك وحش. واهم حاجه انك تحافظ على الفيدباك اللي بتاخده من العميل علشان ده السمعه بتاعتك، وده اللي هيساعدك في انك تجيب شغل تاني. فمهم ان العميل لو طلب منك ريفند تطلب منه انه يديك فيدباك كويس. قشطه برو، دي تريكايه مهمه. ما تنساش تعمل فولو عشان اديك تريكات اكتر، واشوفك الفيديو الجايه. يلا سلام.